في البلد يا جماعة التسعير. والله والله ويمين اتحاسب عليه ان اهم حاجة في البلد التسعير. كينج معناش سيولة كافية. 6 تسعير مليون. ايه يعني ايه؟ 6 مليون. 6 مليون. 6 وجنبها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع وفوري. هوليو. خش. طبعا هنا بقى المشهد ده بيلخص مشاكل التسعير والتجار والمكاسب اللي بتسحب مرتبات الموظفين والناس اللي عايشين في التسعير، وبيخلوا حياتهم محدودة وغير صارة وغير مؤهلة لحياة إنسانية. 6 مليون. 6 حد مليون. هيزود؟ حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. بص بقى هيقول له ايه؟ مش كتير المبلغ ده واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. شغل الجمجمه. بص شغل الجمجمه. الشركات هي اللي هتدفع. الشركات عشان هي مضطره ده. الشركات اما تدفع بقى مين بقى اللي هيسدد للشركات الفلوس غير المواطن؟ شفت ايه بقى في اللفه؟ عرفت بقى ان التسعير هو مشكله كبيره ولا مش مشكله كبيره؟ هو المفروض ان عمرو اديب هيبدا كمان شويه، يعني المفروض ان عمرو اديب خلاص كده، المفروض ان هو فاضل ايه؟ فاضل 14 دقيقه. وطبعا اكيد هتلاقي ايه بعض البرامج شغاله. حد فهم حاجه؟ نكمل تاني لما حد يجي قدامنا. عليك وانت بتغني. عمرو اديب اشتغل. ظبطني ومواويل بقى. وجايب احمد شيبه. وقطع على قلبي بصل. واعصر عليا ليمون. انت مجروح زي ما هو النهارده ايه؟ النهارده السبت، انت عامل حفله السبت؟ ده نفس الموضوع بالظبط. والله اول مره اشوف راجل فجاه بيحكي لي منك اهم حاجه في الدنيا. ازاي اللي عشان يعرف انت؟ والله والله العظيم. طب عايز اسالك السؤال الصعب. انت ازاي تعرف ان انت بتحب واحده؟ من اهتمامي. سهله. الاهتمام دي كل وقت بفكر على كيف اعمل نفسي كده. هو ده. طب هو انت ممكن تفكر في 2 تحبهم؟ يعني في وقت واحد؟ سهل. الحب ده الحب ده كبير وطويل وحاجه. طب انت ممكن تفكر في 3 وتحبهم؟ انا بحب الناس كلها. طب انت كلها بحبها. عمري ما جربت حد. طب انت ممكن 4 وتحبهم؟ يعني تبقى برضه بتفكر فيها وبتعمل لها اغنيه 4 وتحبهم؟ جايب احمد شيبه وقاعد بقى ايه يحكي وسرحان. مع بعض على الناصيه. تقدر يا استاذ عمرو 4 تحبهم؟ انا سالت جاي يتجوز يا عزيزي. يجب ان يعمر بالحب. خلاص كده حلو. عمرو اديب فكر نفسه رجع شاب من تاني. عنده 70 سنه باين عمرو اديب ولا 80 باين. وتشد السنجه بالورق وتوقعه ممكن تطلع من الثاني كده. عمرو اديب كبير. انت ممكن تحب 4 في وقت واحد. انا بسأل عن القدرة، يعني مش لازم يا راجل ده من سنة 2000 وهو وبعدين تبقى معجب بواحدة وشعر 26 سنة ورجل واحدة، يعني عارف كده. ربنا بيحب الجمال. الحمد لله. يعني مثل الأربعة ويديها 40 سنة ورا. ايه أجمل 50. أنا كان أجمل حب في سنة حياتي 50. وأنا عارف إن دي حاجة يعني أنت هتفهمها أكتر مني. حب أمي. أنا أمي حبيتها اتكلموا عن حياته غير الخاص. طبيعي. وأعظم حاجة حصلت في حياتي إن أنا كنت جنبهم من آخر لحظة. أنا أمي ماتت من زمان أوي يا أحمد، بس أنا لغاية النهاردة أفتكر اللحظة دي، لحظة أمي. وأحلى حب وأحلى ست وأحلى شعر وأحلى حنان. هو ده بقى الحب اللي ما فيش حد يحبك قد أمك. بالظبط كده. لو جبت لي حب الستات كلها ولا تخاف عليك، ما فيش حد بيخاف عليك غير امك. ما في حد يحبك ولا اخ ولا اخت ولا زوجه ولا قد الام. ممكن
الدنيا دي فيها مصايب قد ايه؟ مليانه. اي مصيبه تيجي عندي وتقف هنا اقول امي. يعني اقول امي كانت واقفه هنا قبل ما المصيبه دي تيجي. الحمد لله. لازم اللي عنده ام بيفضل موجود. ايوه طبعا. بقى وهي عايشه وبعد ما تموت. انا والله مش ببالغ، اللي عنده ام وربنا ممتعه بيها لغايه دلوقتي يقعد جنبيها بص رجليه. حنان الام. وعيد الام امتى؟ شهر 3 والله العظيم. بس انها الله رضاها يرحم يزيد عن الرضا امهات اللي كانت المفروض الكوكب تكون. كله يا جدعان. المفروض نعمل الحمد لله. ام احمد يا حبيبي قلبي يا روحي. على فكره كل الامهات طيبه. امي زي امي وزي ام الناس كلها. بس ما تعودوش خالص دول. ايوه طبعا. واي ام موجوده دلوقتي هي ام عظيمه. انا مش فاضلكم بقى والنبي الله يخليك عشان انا مش فاضي خالص. انا عندي حاجات كتيره والحياه صعبه. لا الحق الحق انبسط والحق غني والحق اشتهر والحق تمتع بنجاحك والحق جمهورك والحق كل حاجه. يلا سمعني بقى. مش فاضلكم. هيغني بقى عايزين زمان وسلامة. نتقابل في حلقة قادمة.